السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان تبارك الله عليكم، شكرا الناس تطوان والمغاربة بصفة عامة، شكرا بزاف على هذا الدعم الرهيب اللي عملته، شكرا بزاف. والعائلة ديال الأخت هاجر راه كتشوف لكم داكشي وكيدعيو معاكم، وشكرا للأخ هشام اللي التفت على هذا، شاف هذا الفيديو هذا وبغى حتى هو يجي ويقدم المتابعين ديالو يدعموا هاد الاخت هاجر. شكرا بزاف للاخ هشام، واي واحد طلع له فيديو وصانع محتوى مؤثر او اي حاجه عنده علاقه بالسوشيال ميديا بغى يتعاون ويبارطاجي هاد المعلومات اللي غيبارطاجي الاخ هشام، شكرا بزاف. اول حاجه السلام عليكم وشكرا لخي الشباب على هذا الكلام الطيب، وكنشكر العائله ديال السيده اللي مصابه مسكينه الله يشافيها الله يعطيها صحه جديده. الحمد لله. ودائما حنايا خي الشمالي دائما نكونوا قرابين من الناس المساكين يكونوا محتاجين. الحمد لله الحمد لله، لان شنو المسلم ويعاون خال المسلم توقفوا مع بعضنا ونتعاونوا مع بعضنا، فهمتي؟ خصوصا ملي يكون واحد الحاله حرجه، يعني واحد الحاله اللي خصها تكون اوبليجي، يعني خصها الفلوس بالضبط. يعني الانسان، حنا واحد الانسان كنهضروا على واحد الانسان ما بين الحياه والموت، يعني واحد الانسان يعني وصلتنا للحاضر. ولهذا انا ملي شفت الفيديو ديال اشرف اقسم بالله تاثرت اخي صراحه في الله. ولكن كما قلت لك شكرا بزاف الناس اللي تعاونوا مع اشرف واللي عاونوا هذه السيده هذه وتبارك الله عليهم. ودابا حنا جينا انا واشرف باش نقول لكم راه السيده باقي خصها شويه ديال الفلوس، باقي خصنا الدعم، وباقي خصنا يعني باقيين واقفين عليكم. ولهذا غنخليكم الريد ديال البنكه في التعاليق، واي واحد اللي بغى يساهم مع الاخت هاجر الله يشافيها لانها مصابه بالمرض اللي الله يبعدو علينا وعليكم يا ربي. وكما قال اشرف السيده واقفه على الفلوس حاليا، واخا تجمعوا ديك الفلوس ما تجمعوش كامل. وما نقولوش يا الاخوان، اسمح لي اخي هشام، وما نقولوش لا ديك المرض ما عندوش يدوى، لا بنت باقا صغيره باقي عندها امل على هضره الاطباء والخبراء، باقي عندها امل الا تزال ان شاء الله غتكمل حياتها الطبيعيه. على داك الشيء حنا كنجريو ونتجاراو باش ترجع لحياتها الطبيعيه، حياتها ان شاء الله الطبيعيه. بالنسبه للمعلومات كما كتشوفوا في التعليق يخليه لكم الاخ هشام، اخ ديالها سفيان الفضالي هو متكلف دابا، هو اللي مسكين اللي كيدور بالدار اصلا، هو الكبير ضد الدار. سفيان الفضالي الريك ديالو هو هذاك اللي في التعليق، والنمره ديالو حتى هو اللي في التعليق. اللي كتسمى ما عنده شي ابليكاسيون ولا ما عنده الوقت يمشي يعطي البنك ولا يكلف شي واحد غير الوفاكاش، يمشي الوفاكاش يصيفط له في النمره ديالو، والله لا يضيع اجر المحسنين. هادشي اللي كاين اخوتي. وكنتمنى ان شاء الله الصوت ديالنا يوصل لهاد الناس هادو ونوصل للمحسنين. حنا من الغرض ديالنا حتى شي حاجه، الحمد لله غنتواصلوا مع السيد وكاين الريب البنكه وكاين كل شيء ان شاء الله. وكنتمنى كنتمنى التوفيق عز وجل والله يشافي. امين. بالنسبه للتكاليف العمليه تقريبا تجمعات حسبوها تجمعات، ولكن باقي مصاريف الله يحسن العوان. ملي جلست مع الام ديالها وتناقشت معها راه باقي مصاريف مورا العمليه. الناس اللي دازوا من هذا المحنه هذه عارفين شنو كنقول. باقي مصاريف ديال التحليل ديال التشريح ديال المرض، يعني باش يعرفوا هو يعني ما ينأصل وديك الشيء. وباقي بزاف د الحاجات يعني فيهم مصاريف بزاف، وكل نعسه في الكلينيك تقريبا واحد 350 افرنك، اللي كنقولوا حنا 3500 درهم. وقال لهم الطبيب على حسب القدره ديالها، يعني فقط على سيمانه راه انت عارف سيمانه 3500 درهم في الليله، راه عارف المصاريف. فقط على 3 ايام تبارك الله. حنا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافيها ويعافيها ويفرج على الام ديالها والاخوان ديالها، والله يفرج عليكم. واللي عطى شي حاجه غيجبرها في الدنيا وفي الاخره. باش نقولها لك، انا نقولها لك بالتجربه، اللي عطى درهم شتي درهم ولو هزيتي يدك ودعيتي ولا بارطاجيتي في الصفحه ديالك، بارطاجيتي الفيديو، راه عندك الاجر في الدنيا وفي الاخره. وكنتحمل انا المسؤوليه هذه الهضره عند الله سبحانه وتعالى. حاجه حنا هو كسب وخير، داكشي اللي كاين. السيده هذه حنا غير سبب، وكيبقى القدره الالهيه الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو العافي. حنا الجهد ديالنا نعملوه ان شاء الله الصوت ديالنا. الله يجازيكم بخير الاخوان ومتابعين الاخ هشام، شكرا بزاف. والناس اللي ثقت فينا شكرا بزاف. بالنسبه لهذا الشيء هذا راه انا ما متناش كنعمل هذا حملات تبرع، ولكن هذا صديق ديالي، صديق د الطفوله، ما يمكنش يود الحي ديالي والدرب ديالي ما يمكنش يتخلى عليه. السلام عليكم ورحمه الله.